ناس بتحب فتة العدس وناس بتحب شوربة العدس. طيب ايه رأيكم النهاردة نعمل العدس بالكهرمان بطريقتي، وتنسوا اي طريقة تانية عملتوا بيها، والبيت كله هيتجنن عليها ومش هيبطلوا يطلبوا منكم. هنعمل النهاردة فتة العدس بالكهرمان، وهنعمل لها طشة صلصة هتخلي طعمها يجنن، وهنعمل الكهرمان المقرمش اللي هيخلي الفتة روعة. لو عجبتكم الوصفة ياريت تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. في البداية وقبل ما نبتدي هننقع كوبايتين من العدس في مية أقل حاجة 4 ساعات، علشان ما ياخدش مننا وقت في السوا على النار، وكمان يكون أخف على المعدة، وده هيفرق كتير في طعمه وهتحسوا بفرق كبير في الطعم. غسلت كوبايتين من العدس وبعدين نقعتهم في المية لمدة 4 ساعات، وبعد ما هنقعه هغسله كويس لحد ما اتأكد ان مفيهوش اي لون ابيض. مية مغلية على النار وممكن شوربة، حطيت فيها بصلاية متقطعة صغير وكوباية من عصير الطماطم عليها معلقة كبيرة من الصلصة ومكعب مرقة، وتبلتها معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة فلفل أسمر ومعلقة كبيرة كمون. قلبتها وضفت جزراية مبشورة ومعلقة كبيرة من الثوم المفروم. ضفت العدس بعد ما صفيته كويس من المية، ضفت كمان معلقة كبيرة بصل بودر، معلقة كبيرة توم بودر، معلقة كبيرة بابريكا. هسيب العدس يستوي على نار متوسطة، بياخد حوالي من نص ساعة ل3/4 ساعة. قطعت حلقات من البصل وحطيت معلقة كبيرة من الدقيق عليها معلقة كبيرة من النشا ونص معلقة صغيرة من الملح، وقلبتهم وضفتهم على البصل بعد ما ضفت عليه معلقة كبيرة من الخل. حضرت طاسة صغيرة ومليتها بالزيت وخليتها على النار عشان تسخن. استخدمت طاسة صغيرة علشان ما تاخدش معايا كمية كبيرة من الزيت. نزلت حلقات البصل في الزيت السخن الغزير، بنزل بالبصل واحدة واحدة علشان ما يلزقوش في بعض وما مليناش الطاسة. هسيب البصل لحد ما يتحمر كويس وهطلعه على مصفى هيصفي الزيت ويفضل مقرمش. لو طلعتوه على ورق المطبخ هيطرى منكم، خليه أحسن يطلع على مصفى. هكرر ده مرة تانية، وكل مرة هنزل حلقات البصل واحدة واحدة وابعدهم عن بعض عشان ما يلزقوش في بعض لحد ما اخلص الكمية كلها. في طاسة حطيت معلقة كبيرة سمنة لحد ما دابت، ضفت عليها معلقة كبيرة توم مفروم. أول ما ياخد لون خفيف هضيف عليه كوباية عصير طماطم ومعلقة كبيرة من الصلصة البيتي. ضفت عليها نص معلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة فلفل أسمر ومعلقة شطة ومعلقة كبيرة من الخل. هسيبها لحد ما تقصر والاقي السمنة بقت على الوش كده، الصلصة اتسبكت. علشان احمص العيش حضرت عيش شامي وممكن عيش بلدي وهدهنه من ناحيتين بالسمنة. حطيته في الميكرويف وممكن تحطوه في الفرن. اهم شيء العيش بيتحمص بسرعة وممكن يتحرق، قلبوه كل شوية علشان متحرقش منكم. العيش اتحمر والعدس استوى. عندكم اختيارين، اما انكم تضربوه بالهاند بلندر او تسيبوه يبرد شوية وتضربوه في الخلاط. هنضرب العدس كويس جدا، ده القوام اللي انا عايزاه. تقدروا لو بتحبوه اتقل شوية تقللوا من السوائل، ولو عايزينه اخف شوية زودوا السوائل. انا بحب قوامه كده، بحس انه قوام مثالي. هبتدي احضر طبق الفتة
حطيت العيش المحمر وحطيت عليه طشة الصلصة، وبعدها حطيت العدس القمر بقى بتاعنا ده، مش قادرة اوصف لكم الريحة قد ايه جميلة، ريحته روعة. حطيت الكهرمان على الوش، وحطيت ليمون للي بيحب الليمون مع العدس، الليمون مع العدس بيديله طعم تحفة. بصوا بقى شكله قد ايه جميل. بصوا بقى في المعلقة ميكس روعة، عدس مع المكونات اللي فيه مع العيش المتحمر والكهرمان المقرمش، الطعم يجنن. لو بتحبوا تقلوا العيش تقدروا تقلوه في الزيت اللي حمرنا فيه البصل، يطلع طعمه روعة. وكمان لو عايزين بدل الفتة تشربوه كشوربة عدس، يبقى تغربوا شوربة العدس، تحطوا على الوش شوية من الكهرمان وشوية من طشة الصلصة، ومش هتحطوا طبعا العيش المتحمر. كمان في ناس بتحب تعمل الفتة دي بالرز، بتكون برضو جميلة جدا. تقدروا تنوعوا في طريقة تقديم طبق العدس زي ما بتفضلوا، المهم تعملوه بالخطوات الأساسية اللي اتفقنا عليها، المكونات اللي ضفناها، علشان يطلع معاكم طبق عدس جميل ومميز. أنا ضفت كمان شوية من طشة الصلصة على الوش، بتبقى لذيذة جدا. كوبايتين العدس اللي أنا استعملتهم طلعوا معايا طبقين كبار من الحجم العائلي من الفتة. تقدروا تضاعفوا كمية العدس والمكونات لو محتاجين تعملوا كمية أكبر. وبألف هنا على قلبكم.